والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. قال: وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قال عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يرجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال في الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيه أي في الصحيح: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: قال الشيخ ابن باز: هذا الباب الذي ذكره المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى يحذر من الدعوة إلى الجاهلية، فيه بيان التحذير من الدعوة إلى الجاهلية، وهي دعوة إلى الخروج عن الإسلام، كما تقدم معنا في الباب الذي قبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ومبتغ في الجاهلية ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. أبغض الناس أو الأشخاص أو العباد إلى الله ثلاثة، ومنهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فمن دعا بدعوى الجاهلية فقد خرج من الإسلام بقدر دعواه، قد ينقص منه إسلامه، وقد تكون هذه الدعوة سبب للكفر والعياذ بالله. قال: هذا يحذر من الدعوة إلى الجاهلية. يا آل فلان، يا آل فلان، لا، أي لا يجوز. يا أهل التوحيد يجوز. يا أهل الإيمان كلهم إخوة، إذا جاء الحرب لا ينتسبون يا فلان، يا قحطاني، يا بني كذا، يا بني كذا، لا، أي لا يجوز. هم شيء واحد، إذا كانوا أمام الأعداء هم شيء واحد. المسلمون يجتمعون، بل ليس فقط مجرد أمام الأعداء، وإنما دائما هم شيء واحد. لكن إذا كان أمام الأعداء في حال الحرب فهذا أشد حاجة في ألا تكون هناك دعوة بدعوى الجاهلية، لأنها سبب للضعف، لأن الدعوة إلى الجاهلية سبب للفرقة، والفرقة سبب للضعف، وسبب لانتصار العدو. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا. ولا تنازعوا أي تختلفوا فتفشلوا، هذا سبب للفشل. والدعوة إلى العنصرية وهي دعوة الجاهلية إنما تكون بسبب النزاع وبسبب الاختلاف. هذا يدعو إلى حزبه، وهذا يدعو إلى حزبه، وهذا يدعو إلى قبيلته، وهذا يدعو إلى قبيلته،
فتحصل الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا، وإذا حصلت الفرقة ذهبت القوة فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. قال المسلمون شيء واحد ولا يدعى بدعوى الجاهلية، ولهذا لما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري لا يا للأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أنه كما يعني سيأتي معنا أن هؤلاء سماهم الله المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لكن لما كانت هذه الدعوة دعوة العنصرية، دعا أصحابه وحزبه فقط يا للمهاجرين، لم نقل يا للمسلمين، بل قال يا للمهاجرين، وذلك قال يا للأنصار. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه بدعوى الجاهلية، أن ينتسب الشخص في حال الخلاف أن يدعو قبيلته أو يدعو حزبه وطائفته، فهذا من دعوى الجاهلية ولا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال فالواجب الدعوة بالإسلام أيها الإخوة أيها المسلمون أيها المؤمنون، هكذا عند الاستغاثة والحث إذا حصل للرجل شدة، وتجوز الاستغاثة بشروط، تجوز الاستغاثة من المخلوق من الإنسان بشروط: حي قادر على أن تستغيث من مظلوم أو كذا، تقول يا أيها المسلمون، لا تقول تدعو حزبك وطائفتك يا أيها المسلمون أنقذوني. فهمتم؟ لا يجوز أن تدعو بدعوى الجاهلية يا آل فلان، كما قال الشيخ ابن باز في بداية الأمر: يا آل فلان يا آل فلان، أو يا قحطاني وإنما يقول يا أيها المسلمون. قال ويحثهم على القتال باسم الإسلام وباسم الإيمان، باسم الإسلام وباسم الإيمان، قتال أي الكفار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، دعوى الجاهلية. بل لما اختصموا مهاجرين وأنصاري فقال المهاجري للمهاجرين وقال الأنصاري للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قال أبو العباس من هو؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المؤلف الإمام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. قال أبو العباس. من هو هذا أبو العباس؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يكنى بأبي العباس. قال والمقصود أن الدعاوى التي بغير الإسلام ليست يا أهل الإسلام يا أهل الإيمان، إنما دعوى بالطائفة وبالحزب وبالقبيلة، فهذه كلها من دعوى الجاهلية. قال أن الدعاوى التي بغير الإسلام يا أهل مكة يا أهل الطائف يا أهل نجد، هكذا يدعو حزبه أو قبيلته أو غير ذلك، غير دعوى الإسلام في باب الاستغاثة وفي باب النصرة وفي باب قتال الكفار، لا يجوز يا أهل كذا. إنما إذا أراد النصح يا أهل هذا جائز، النصيحة. يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يا بني عبد مناف يا بني، عندما دعاهم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل فنادى يا بني عبد مناف يا بني يا فاطمة بنت محمد
ماذا قال؟ إني لا أملك لكم. إذا كان أهل النصيحة تدعو لا بأس، أما إذا كان أهل الاستغاثة يا أهل فلان أغيثوني، يعني من أجل ماذا؟ من أجل أن اعتدى عليه رجل آخر من أهل الإسلام أو من الكفار، لا، هذا دعوة إلى يعني العنصرية. لماذا تقول يا أهل فلان؟ لماذا لا تدعو إلا إذا كان أنت يعني قريب من هؤلاء تقول يا فلان، هذا يعني يجوز. أما من أجل العنصرية أنه أنا من آل فلان، من أجل العنصرية والحزبية والطائفية، فهذا هو الذي سبب الضعف للمسلمين في هذا الزمان. ما ضعف المسلمون إلا بسبب هذه يعني الفرقة، بسبب هذه الفرقة التي حصلت بين أوساط المسلمين. هي السبب الأعظم معروف، هو يعني ترك نهج النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك تعاليم دين الإسلام الصحيح. لكن زادت أيضا بسبب دعاوى أهل الجاهلية. كل فلان، كل رجل يفتخر بحزبه ويندد ويدعو بطائفته وبقبيلته ويفتخر على غيره من المسلمين، فهذا سبب الضعف. والأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم يعرفون أن من أعظم أسباب ضعف المسلمين هو أن يفترقوا. فلذلك يعني الأعداء يعرفون القرآن. الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم من يعني الملاحدة والشيوعيون وغيرهم يعرفون آيات القرآن، ويعني يعلمون قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بل يعني سمعت أن في أمريكا مسجل يعني في لوحة كبيرة، الله أعلم أين، نسيت أين مسجل، هل هو يعني عند ألا أن القوة الرمي. الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أن القوة الرمي. وغير ذلك من الأحاديث ومن الآيات مسجلة في دول الكفر، يعرفون معنى هذه الآيات. فلذلك هم يسعون ليل نهار على التفريق بين المسلمين، يسعوا أن يفرقوا بين المسلمين، ويعلموا أنهم إذا فرقوا بين المسلمين استطاعوا أن يسيطروا على المسلمين. وهذا هو حاصل الآن. الآن المسلمون، نحن المسلمون في ضعف، فرقة، في شتات، هذا يدعو إلى حزبه، وهذا يدعو إلى طائفته، وهذا يدعو إلى قبيلته، هذا يدعو إلى عشيرته، وغير ذلك من دعاوى الجاهلية التي فرقت بين المسلمين وأضعفت المسلمين. وقد يقول قائل: هؤلاء الذين مثلا الأحزاب والطوائف كلهم يقول أنا على حق، كلهم يقول أنا على حق، أنا أدعو لأن حزبي على الحق. يقال ردا وجوابا على هذا: الحق واحد وليس الحق متعدد. من الشبه عند بعض الناس يقول: هؤلاء يدعون أنهم على حق وهؤلاء يدعون، من الذي على الحق الآن؟ نحن لا نعرف. أفضل لي ألا يقال له: لا تتبع شخص، هذا الصواب. نعم، يقول: أنا ما أتبع فلان ولا أتبع، نعم، لا أحد يأمرك أن تتبع فلان، شخص من الأشخاص، إنما أنت مأمور باتباع من؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دعاك إلى الكتاب والسنة فهذا هو الذي يدعو إلى الحق. أما من دعاك إلى حزبه وطائفته
أما من دعاك إلى حزبه وإلى طائفته فهذا على خطأ وعلى ضلال. وأهل السنة هم أهل الحق، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدعون الناس إلى تقليدهم وإلى اتباع آرائهم وأهوائهم، لا، يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبينون للناس الحق ويحذرونهم من الضلال، لأن الضلال موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على كم؟ على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في حديث آخر في لفظ: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الواجب عليه أن يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وهذا ضابط، كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: كثير من الفرق الضالة، كثير من المسلمين ضلوا وبسبب تفريطهم في الضابط الثالث. هناك 3 ضوابط، هناك 3 يؤخذ ويكون المسلم على الطريق الصحيح بأخذه بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال: فرط فرق الضلال وأهل الضلال بهذا، أخذوا الكتاب والسنة نعم، لكن ليس بفهم السلف، بآرائهم وبأهوائهم، ولذلك يفسرون الأحاديث على حسب آرائهم، كما يفعل الإخوان المسلمون في مسألة الخروج على ولي الأمر. هناك أحاديث بلغت حد التواتر في النهي عن الخروج عن ولي الأمر، عن ولاة الأمر، ولو ظلم ولو فعل ما فعل، وهؤلاء يفسرونها بآرائهم وبأهوائهم ويقولون هذا بالسيف، النهي عن الخروج بالسيف. أما الخروج السلمي فهذا جائز. ما هو دليلكم؟ يقولون قال عمر بن الخطاب. طيب قال رسول الله، تقولون قال عمر بن الخطاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قالوا يقول عمر بن الخطاب. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال الإمام النووي. وهذا حصلت لي مرة مع شخص من هؤلاء الإخوان، من دعاة الإخوان، فكنا في مجلس فصدر مني كلام فغضب ذلك. قلت له لماذا؟ قال: فحصل نقاش في مسألة الخروج. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. قال: أنا آتي لك بكلام. قلت له آتي بكلام. جاء لي عندهم كتاب مؤلفه منهم الخروج السلمي، جواز الخروج السلمي، وبما معنى هذا الكلام. فقال لي: يقول الإمام النووي. قلت له ماذا قال الإمام النووي؟ قال الإمام النووي كذا وكذا وكذا، قال الإمام ابن حجر كذا وكذا. قلت له: أولا هذا الكلام الذي تنقله، بحثت أنا في كلام الإمام النووي، قلت له هذا الكلام الإمام النووي اقرأ الذي قبله، انظر الذي قبله والذي بعده، أخذتم فقط الذي يناسب أهواءكم من كلام الإمام النووي، الكلام الذي قبله لم تأخذوه، والكلام الذي بعده لم تأخذوه. هذا ما يجوز، هذا كذب على الإمام النووي، هذا أمر. وأنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي. قلت له من؟ الإمام النووي على العين والرأس عالم، لكن مقابل النص ما أحد يقبل، ما أحد مقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ بقول أحد. ابن عباس عندما حصل خلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التمتع، في مسألة الحج، في مسألة التمتع، فبعض الصحابة أو بعض الناس يقول قال عمر وقال أبو بكر، قال أبو بكر وقال عمر، وابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقولون قال أبو بكر. ومن هم أبو بكر وعمر؟ من الإمام النووي والإمام ابن حجر أمام أبو بكر وعمر؟ أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر. أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك ماذا قال ابن عباس؟ قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فهؤلاء بآرائهم يأخذون ما وافق أهواءهم، ما وافق. فإذا كان الحديث لا يوافقهم
إما يؤولونه وإما يردونه بقول يعني عالم أو بقول يعني حزبهم وطائفتهم. وغضب لذلك غضبا شديدا. لا، إلى أين وصلنا؟ قال: التي بغير الإسلام يا أهل مكة، يا أهل الطائف، يا أهل نجد، يا أهل كذا، هذه لا يجوز. قال: هذه من دعاوى الجاهلية، بل يقول: أيها المؤمنون، أيها الإخوة، يا أنصار الله، يا عباد الله، وهكذا. لأن يعني إنما الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون إخوة. قال: هذا هو الواجب، هذا هو الذي يحثهم، يحرك القلوب، فعند لقاء العدو يحثهم على الثبات والصبر بدعوى الإيمان، بدعوى الإسلام. يا أهل الإسلام، يا أهل الإيمان، أيها المسلمون، يا جند الله، يا عباد الله، أيها المسلمون. أي بهذه الدعاوى تكون، بهذه الدعاوى، أن يدعوهم بهذا: أيها المسلمون، يا جند الله، يا عباد الله، يا أنصار الله. لا يدعو يا طائفة، يا حزبي، يا حزب فلان كذا، لا، إنما يدعوهم بدعوى الإسلام ولا يدعوهم بدعوى الجاهلية. قال: أيها المسلمون، يا أنصار الله، هكذا يشجعهم ويحثهم بالاسم العام. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.